السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب وحبايبي طلاب تاني إعدادي، الطلاب الحلوين والغاليين عليا. عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده نكمل مع بعضينا حل امتحانات والمراجعات. هنحل في الفيديو ده امتحانين مهمين جدا وأسئلة مهمة جدا للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني النظام الجديد اللي هو 30 درجة. يلا نحل ويلا نراجع ويلا نبدأ كده إن شاء الله. لو محتاجين ملف الامتحانات هتكتبوا إن شاء الله يا مستر عايزين الملف، هننزل لكم الملف في الوصف أو أسفل تعليقاتكم. يلا نبدأ كده. السؤال الأول لما يقول لي أولى الدول في إنتاج التمور، طبعا أول دولة في التمر حافظينها كلنا يا مستر دولة العراق، برافو عليكم. طيب أولى الدول في تربية الأغنام، أولى الدول في تربية الأغنام اللي هي رقم 2 دولة السودان الشقيق قبل تقسيمها ولا إيه؟ لا، دولة السودان حاليا. رقم 3 ثاني الدول في إنتاج النحاس، تاني دولة في النحاس، احنا قلنا الأولى في النحاس المغرب، الأولى في النحاس المغرب، الثانية عمان، يبقى الإجابة عمان، برافو عليكم. رقم 4 دولة غنية بالثروات المعدنية اللي هي دولة المغرب، المغرب غنية بالثروات المعدنية مستر، خدناها في الحديد وخدناها الأولى في إنتاج المنجنيز والنحاس والرصاص والزنك وكمان الفوسفات، يبقى هنكتب المغرب. السؤال اللي بعديه صنف مصدر الري الذي تعتمد عليه كل منطقة مما يأتي. 1 الداخلة في مصر مصدر الري اللي هو مياه الآبار والعيون اللي هي المياه الجوفية، المياه الجوفية، برافو عليكم. طيب جنوب موريتانيا مياه الأمطار، جنوب موريتانيا مياه الأمطار. تمام، خلصنا كده. باء نحل جيم. ما العلاقة بين السياحة ومعدل البطالة في الوطن العربي؟ ده خدناه في أهمية السياحة. طبعا تساهم السياحة في توفير فرص عمل، يبقى من أهمية السياحة توفر السياحة، تمام، يبقى أقول له توفر السياحة فرص عمل لكثير من الشباب، وبالتالي لكثير من الشباب، وبالتالي تساهم في التقليل من معدل البطالة، تقليل من معدل البطالة في الوطن العربي. سؤال سهل. السؤال اللي بعديه ما العلاقة بين وجود الأنهار في الوطن العربي وإنتاج الطاقة؟ طبعا وجود الأنهار ده خدناه في إنتاج الطاقة الكهرومائية، يبقى يؤدي وجود الأنهار إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية، يبقى بقول له يؤدي وجود الأنهار إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية في بعض الدول، وجود الأنهار إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية في بعض الدول، تمام، في بعض الدول، مش كل الدول اللي عندها أنهار، مثل ونديله أمثلة مثل مصر واللي جيرانها بقى في الجنوب السودان وكمان العراق والمغرب، خلصنا السؤال الأول. السؤال الثاني بما تفسر 5 أسئلة مهمين جدا. الأهمية الاقتصادية للكبريت اللي هو يدخل في الصناعات الكيميائية، يبقى لأنه يدخل في الصناعات الكيميائية، يدخل في الصناعات الكيميائية، برافو عليكم. ده رقم 1. رقم 2 حدوث ظاهرة التصحر عندي أسباب كتير. أول حاجة تفاوت كميات الأمطار، بقول له بسبب تفاوت كميات الأمطار وزحف الرمال اللي هي الكثبان الرملية، وقطع دي الاتنين دول أسباب طبيعية، وقطع الأشجار الأسباب بقى البشرية مثل قطع الأشجار، الرعي الجائر، والإفراط في زراعة المحاصيل المجيدة للتربة، في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة اللي هي بتمتص الغذاء من الأرض وبتضعف التربة. السؤال اللي بعديه تزايد، سؤال مهم جدا، تزايد إنتاج الغاز الطبيعي في الوطن العربي ده بسبب تقدم تكنولوجيا
تسييل الغاز ونقله، تسييل الغاز ونقله، وكمان زيادة الطلب عليه وزيادة الطلب عليه. برافو. سؤال 4. اهتمام الدول العربية بتربية الدواجن. هنكتب أهمية الدواجن: الاستفادة من لحومها وبيضها كبديل للحوم الحمراء، الاستفادة من لحومها وبيضها تمام كبديل للحوم الحمراء. برافو عليكم. سؤال 5. غنى الوطن العربي بثرواته المائية المتعددة بما تفسر ده بسبب طول السواحل، تمام، أو لأن الوطن العربي، لأن الله وهب له سواحل، يبقى أقول لأن الله سبحانه وتعالى وهب له سواحل طويلة على بحار ومحيطات، تمام، بحار ومحيطات متعددة، وكذلك المجاري والأنهار وغيره، مجاري مائية، تمام، ملئت بالكثير من الثروات، وأهم الثروات المائية اللي هي الأسماك، عشان لو جالي بما تفسر. ممكن نكتب بسبب طول سواحله على البحار والمحيطات والريع دماغنا مصدر. نحل دليل يمتلك الوطن العربي عناصر طبيعية تساعد على جذب السائحين. يبقى احنا هنكتب مقومات السياحة الطبيعية. مقومات السياحة الطبيعية في الوطن العربي حيث يمتلك، ونكتب بقى مقومات السياحة الطبيعية. موقع، أول حاجة الموقع المتميز، الموقع المتميز، مناخا متنوعا، وكمان وعندنا طبيعة خلابة، طبيعة خلابة. لو كتب بقى أو طلب من البشرية نذكر له بقى البشرية اللي هي توافر وسائل النقل والمواصلات، تمام، توافر الفنادق، توافر الأمن والأمان، توافر مزار النهضة. طيب البترول مهم جدا للصناعة. نكتب أهمية البترول للصناعة اللي هو أول حاجة يستخدم في إدارة الآلات، إدارة المصانع، كمان تدخل بعض المشتقات في الصناعة، تدخل بعض مشتقات البترول في الصناعة أو في العديد من المنتجات مثل صناعة الكيماويات، تمام، زي الكبريت كده، والألياف الصناعية، الألياف الصناعية اللي بيعملوا منها ملابس أو خيوط، منسوجات يبقى دينا البترول مهم جدا للصناعة، موجودة فيها أهمية البترول، حافظين أهمية البترول. إدارة المصانع، وسائل النقل المختلفة، يستخرج منه العديد من المشتقات، والمشتقات تدخل بعض المشتقات في الصناعات، تمام، أو في العديد من المنتجات مثل الكيماويات والألياف الصناعية، وكمان مصدر الرئيسي للدخل في العديد من الدول خاصة دول الخليج. برافو عليكم. دي مراجعة لأهمية البترول. طبعا البترول غير الأهمية دي ليه أهمية سياسية، لأن الدول العربية استخدمته في كسلاح، أو نسميها أهمية استراتيجية، استخدمته كسلاح للضغط على الدول المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر. يعني دي مهمة جدا برضو تركزوا عليها. نروح ثانيا التاريخ. اختر الإجابة الصحيحة ولا أكمل يا مستر؟ أكمل. رقم 1. انتقل مقر حكم الخلافة العباسية إلى بغداد ده في عهد أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. سقطت الدولة الإخشيدية على يد جوهر الصقلي اللي هو قائد الخليفة المعز أو جيش الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. من الدواوين التي ظهرت في العصر الأموي ديوان نقط ده ملغي، يعني موجود في معلومة إسرائيلية. من الدواوين التي ظهرت في العصر الأموي، بس احنا هناخد بقى اللي هو اللي كان في عهد معاوية، ديوان الخاتم. لكن عندنا احنا في شرح الدواوين 2 ظهروا في العصر الأموي غير مكررين.
لعبت جامعة نقط في الأندلس دورا كبيرا في نقل علوم المسلمين لأوروبا، جامعة قرطبة. جامعة قرطبة. برافو عليك. السؤال اللي بعديه، رتب الأحداث من الأقدم للأحدث. صلح الرملة ده كان في عهد أو الدولة الأيوبية، في نهايتها كان مصر تقريبا. موقعة الريدانية دي كان في المماليك وبين العثمانيين والمماليك. إنشاء الدواوين في عهد عمر، خلفاء يعني. بناء مدينة القاهرة في عهد الدولة الفاطمية. أول حاجة في دول في عهد الخلفاء اللي هي إنشاء الدواوين. طيب دولة فاطمية أيوبية مماليك، يبقى دولة فاطمية، ودي دولة أيوبية. صلح الرملة، وهنا موقعة الريدانية دي آخر حاجة. ده من الأقدم للأحدث. لو قال لي من الأحدث للأقدم العكس. تمام. السؤال اللي بعديه، بما تفسر يعتبر العصر العباسي الثاني عصر ضعف وانهيار، طبعا بسبب ضعف الخلفاء وطمع الغزاة كالصليبيين والتتار، وظهور العديد من الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. بثلاث أسباب: ضعف الخلفاء، طمع الغزاة، وظهور العديد من الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. يبقى دي بما دلل أو يقول لي بما تفسر يعتبر العصر العباسي الثاني عصر ضعف وانهيار. السؤال اللي بعديه، اهتمام المسلمين بالمحافظة على اللغة العربية ليه؟ بما تفسر. تمام. أقول له لأنها لغة القرآن الكريم. لأنها لغة القرآن الكريم. ده أول حاجة. تاني حاجة، وأداة لتحصيل العلوم المختلفة. وأداة لتحصيل العلوم المختلفة. برافو عليكم. السؤال اللي بعديه، السؤال الرابع، في العصور الإسلامية، سؤال مهم جدا، شيد كل من مسجد قبة الصخرة ده عبد الملك بن مروان في عصر الدولة الأموية. تمام. ممكن نكتب الاسم بتاعه لو احنا مش حافظين الدولة. مدينة السامراء دي كان في عهد الدولة العباسية. طب مين اللي بنى مدينة سامراء؟ اللي بناها المعتصم. برافو. اكتب نتيجة واحدة. يعني ما النتائج؟ قدوم الخليفة المعز لدين الله إلى القاهرة، أصبحت مصر منذ وصوله دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. يبقى أصبحت مصر منذ وصوله دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. السؤال اللي بعده، اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح ده أدى إلى تدهور، طبعا تحول الطريق وتدهور دولة المماليك. أدى إلى تدهور دولة المماليك اقتصاديا وضعفها وسقوطها، وبعد كده هزيمتها على يد أو العثمانيين. السؤال اللي بعدين، انتصار السلطان سليم الأول على المماليك بالشام ده أدى إلى، لسه متكلمين عنها، أدى إلى سقوط دولة المماليك والخلافة العباسية. انتهى الخلافة العباسية، وأصبحت مصر ولاية عثمانية. أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد هزيمتهم في الريدانية سنة 1517. السؤال الأخير، قارن بين الوليد وعمر بن عبد العزيز من حيث أهم الأعمال. طبعا أعمال الوليد اهتم بالعمران فشيدت في عهده المسجد أو بنى المسجد الأموي بدمشق. عاد بناء المسجد النبوي بالمدينة، ووسع الحرم المكي. ده العمران. كمان مهد الطرق وحفر الآبار. اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية. تمام. وكمان يا مستر اهتم بالفتوحات.
اهتم بالفتوحات، فاتسعت الدولة إلى الأندلس غربا وإلى بلاد السند شرقا. ده بالنسبة للوليد ابن عبد الملك اللي هو اعتبروه عصر والعصر الذهبي للدولة الأموية. بالنسبة لعمر ابن عبد العزيز الخليفة الزاهد، عمر ابن عبد العزيز أهم أعماله أول حاجة صيانة المال العام، وده ممكن يجي لي دلل والحيث عاد ما هو بله من أموال هو زوجات البيت المال كما أمر بنو أمية بذلك. كمان عين ولاة اتصفوا بالصلاح والتقوى وحسن السيرة. حرص على نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة. يبقى نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة، وده أدى إلى دخول كثير من الناس في دين الله أفواجا. ده أعمال الخليفة الزاهد اللي هو يعتبروه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. خلصنا كده الامتحان الأول في الفيديو، هنحل الامتحان الثاني. تمام. الامتحان الثاني خريطة الوطن العربي. أولا منطقة تظهر على مياه الأمطار الرقم نقط. مياه الأمطار رقم كام يا مستر؟ رقم 2. مش هنا، دي شمال موريتانيا، مش مياه أمطار. مياه أمطار في جنوب موريتانيا عشان تختاروا 4. يبقى الرقم 2 اللي هي الشمال، الأجزاء الشمالية للوطن العربي. دولة غنية بالثروة البشرية. رقم 6 اللي هي مصر، برافو. أكبر دولة منتجة للحديد 4 اللي هي موريتانيا. دولة تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التمر العراق اللي هي رقم 5. برافو عليكم، خريطة مهمة دي. بعد كده يصنف المناطق السياحية. الكعبة المشرفة نوع السياحة دينية. أهرامات الجيزة سياحة ثقافية وعلمية، وممكن نقول عليها تاريخية، يعني براحتكم تكتبوا تاريخية أو سياحة علمية وثقافية. برافو. ما العلاقة بين المراعي والثروة الحيوانية؟ طبعا العلاقة اللي هو أدى فقر المراعي اللي أصبحت الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا. يبقى بقول له أدى إلى أصبحت الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. طبعا ده بيجيلي بما تفسر. طيب الزيادة السكانية والنشاط الزراعي بالوطن العربي، ما العلاقة؟ أقول له أدت الزيادة السكانية إلى زيادة الطلب على المنتجات. أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية، وبالتالي التوسع في النشاط الزراعي والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين المنتجات لتبقى منافسة لغيرها. ده يجي لي من النتائج، يجي لي عليه سؤال ما النتائج. يبقى أسئلة ما العلاقة تفيدنا في أسئلة ما النتائج. السؤال الأول خلص، هنحل السؤال الثاني. بما تفسر تأخر الدول العربية في تحقيق الوحدة الاقتصادية اللي هو التكامل، يعني بسبب أول حاجة اللي هو تذبذب العلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف. مرة حلوين و10 وحشين، مختلفين يعني، مختلفين بلاش وحشين دي. يبقى دي نمرة 1. نمرة 2 تشابه المنتجات في كثير من الدول العربية. وثالث حاجة منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة. ده إجابة رقم 1. رقم 2 شهدت الصناعة تطورا كبيرا مع استقلال الدول العربية خلال القرن العشرين. بما تفسر؟ أقول له لسد حاجة السكان. سد حاجة السكان وتوافر مقومات، تمام، أو خاصة مع توافر عوامل قيام الصناعة، خاصة مع
توافر عوامل قيامها، اللي هي قيام الصناعة بقى، اللي هي المواد الخام ومصادر الطاقة اللي احنا خدناها مستر، اللي هي العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة. يبقى دي ايه؟ بما تفسر شهادة الصناعة تطورا كبيرا مع استقلال الدول العربية ليه؟ لسد حاجة ايه؟ السكان. طب لقصب السكر أهمية اقتصادية، ندخل بقى نكتب أهمية الصناعات اللي بيدخل فيها قصب السكر. بما تفسر أقول لأنه يدخل في، يبقى لأنه يدخل في صناعة السكر، وكمان يا مستر الورق والخشب، لأنه يدخل في صناعة السكر والورق والخشب. ده بالنسبة لسؤال 3. خلصنا ألف. هنحل بقى قارن بين النحاس والفوسفات من حيث أهم الاستخدامات. أهم استخدامات النحاس صناعة أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون. أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون. أهم الدول في النحاس قلنا المغرب، عمان، مصر، الجزائر، عفوا الجزائر دايما تيجي التالتة في المعادن ما عدا الحديد، احنا قايلين الكلام ده كذا مرة. الفوسفات بقى يا مستر بيدخل في العديد من الصناعات، الأسمدة والمبيدات الحشرية والطوب الحراري، حبينا نبني يعني نشتري طوب حراري، ودبغ الجلود. أول الدول في الفوسفات عندنا المغرب، تونس، الأردن، سوريا، مصر. الأردن، سوريا، مصر. حافظينهم ولا إيه؟ حافظينهم يا مستر. المغرب، تونس، الأردن، سوريا، مصر. 5 دول. تمام. 3 في الجناح الإفريقي و2 في الجناح الآسيوي. اللي في الأفريقي المغرب، تونس، مصر، دول في الأفريقي. في الآسيوي الأردن، سوريا. السؤال الأخير، العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الزراعة. طبعا ده كلام سهل جدا يا مستر. عوامل الطبيعية موارد المياه العذبة، طبعا عليها تفاصيل. موارد المياه العذبة مياه سطحية ومياه جوفية وأمطار، والتربة الخصبة اللي هي حوالين مجاري الأنهار، التربة الفيضية، والمناخ المتنوع اللي أدى لتنوع وإنتاج محاصيل متنوعة. دي العوامل الطبيعية. العوامل البشرية الأيدي العاملة اللي هي متوفرة في العديد من الدول، وعندنا رأس المال اللي متوفر في دول الخليج، والسوق اللي هو طبعا حاليا الوطن العربي يعني بقى سوق كبير لاستهلاك المواد الغذائية. تمام. خلصنا الجغرافيا، نحل التاريخ. يلا بسرعة نحل التاريخ. أول سؤال في التاريخ بيقول لي لمن تنسب ضرب العملة الإسلامية وتعريب الدواوين. حافظينه يا مستر؟ عبد الملك بن مروان اللي هو المؤسس الثاني للدولة الأموية. طب تأسيس علم الجبر وإضافة الصفر الخوارزمي، محمد بن موسى الخوارزمي. توحيد قبائل المغول وتأسيس إمبراطورية كبيرة، جنكيز خان. طيب ملك إنجلترا الذي عقد صلح الرملة مع صلاح الدين الأيوبي اللي هو ريتشارد قلب الأسد. اكتب صواب أو خطأ مع تفسير سبب ذلك في الحالتين. إنشاء الفاطميون ديوان الجيش والرواتب، صواب. تمام. لتسجيل الجنود أو أسماء الجنود، نكتب أهميته وتعديد وظائفهم. يبقى هم عملوا كده ليه؟ هنكتب السبب لتسجيل الجنود، يكتبوا أسماء الجنود ويحددوا تعديد وظائفهم. زي عمر برضه يا مستر كان عمل ديوان اسمه ديوان الجند، كان برضه السبب قريب لكده يا مستر. بعد كده جدد أبو جعفر المنصور الطريق بين مكة والكوفة وزواده بالمنارات. غلط، مش أبو جعفر المنصور اللي عمل كده. مين؟ أبو العباس اللي هو أول خلفاء الدولة العباسية. السؤال اللي بعد كده، ما المقصود بالمماليك وما المقصود بالحزبة؟ المماليك مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيون، يبقى مجموعة من أجناس مختلفة
جلبهم الأيوبيون، يعني جابوهم الأيوبيون. جابوهم منين؟ الأيوبيون من أسواق الرقيق وأسر الحروب. طيب جابوهم ليه؟ للاستعانة بهم، نكمل هنا، للاستعانة بهم في الجيش يحاربوا وحراسة السلاطين. تمام. وأثبتوا كفاءتهم بقى لحد ما حكموا فترة طويلة وعملوا دولة مستقلة في مصر. الحزبة، ما المقصود بالحزبة؟ إرشاد الناس وتوجيههم للسلوك القويم في المعاملات التجارية. السلوك القويم في المعاملات التجارية. طبعا الحزبة أصبحت وظيفة رسمية في عهد الدولة العباسية، لكن الموضوع بدأ في عهد عمر لما كان يخرج للأسواق. برافو. ضعف وسقوط الدولة الأموية عندي أسباب كتير. أول حاجة ضعف أو تولي 6 خلفاء ضعفاء، كان آخرهم مروان بن محمد. صراع بين الأمراء الأمويين والقبائل العربية على النفوذ والمناصب المهمة، وكراهية الموالي للأمويين لأنهم كانوا يرون أن الأمويين يفضلون العرب عليهم، وكثرة الفتن والثورات التي قام بها الشيعة والخوارج. بدأ أسباب سقوط. والدعوة العباسية مصر ما تنساش التي قادها مين؟ أبو مسلم الخراساني. وانتهت بهزيمة الأمويين أمام العباسيين في معركة اسمها الذاب سنة 132 هجرية. حرص المسلمين على تعلم اللغات الأخرى بما تفسر الاستفادة من علوم الآخرين وإنجازاتهم الحضارية. من اللي اهتم بالترجمة؟ فاكرين يا مستر؟ المأمون شجع حركة الترجمة في عهد الدولة العباسية بالاستفادة من علوم الآخرين وإنجازاتهم الحضارية. ما النتائج؟ آخر سؤال نحله إن شاء الله. ما النتائج؟ بعد مصر عن مركز الخلافة العباسية أدى ذلك إلى ظهور العديد، ده خدناه في أسباب ظهور العديد من الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. طيب تولي الحاكم المملوك الأشرف خليل بن قلاوون هنكتب أعماله اللي هو استرد العديد من المدن. تمام. يبقى أدى إلى إيه؟ استرد العديد من المدن زي عكا وصور وصيدا، واستطاع تصفية الوجود الصليبي سنة 690. سنة كام؟ 690 هجريا ولا ميلاديا؟ هجريا. ميلاديا ازاي يعني 690؟ يعني نرجع لورا ولا ايه؟ طيب مجيء الحملة الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي، ما النتائج اللي هي نجحت فيه؟ السؤال ده مهم جدا. نجحت فيه إقامة، سؤال قلنا مهم، إقامة 3 إمارات ومملكة اللي هي مملكة بيت المقدس. ال3 إمارات الرها وأنطاكيا وطرابلس، والمملكة اللي قلنا مملكة بيت المقدس جعلها مملكة لأهميتها الدينية. ده آخر سؤال هنحله في الفيديو حبايب طلاب تاني إعدادي. حاولنا نفيدكم على قد ما نقدر. أي حاجة بتكون مفيدة يعني ليكم بنحاول ننزلها على القناة، وبنحاول على قد ما نقدر يعني نكون ملتزمين معاكم لحد ما تقفلوا إن شاء الله مادة الدراسات. نترككم على خير. كان معاكم المستر اللي بيحبكم مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.